طيب تعال نشوف بنعمل الفورمولا ازاي اعمل فورمولا عشان فيها total nutrition. اول حاجه بحدد الكالوريز بحددها من الجدول ده. ابدا احدد انا محتاج كام كالوري. الطبيعي المفروض ان احنا بندي من حدود من 25 ل 35 سعر لكل كيلو جرام. طيب انا بشوف الوزن بتاعه وابدا اشوف الوزن كام، زي مثلا الوزن دي ابدا 25 في 70 او 30 في 70، رقم من 25 ل 35 على حسب احتياجات الكلاينت بتاعي، حسب الضغط الستريس اللي عليه، حسب الشغل اللي هو محتاجه، حسب الجدول بتاعه سريع ولا لا، حسب الستريس بتاعه. ابدا احدد هديله كالوريز عامله ازاي. تمام. فبالتالي احنا في البدء ممكن الايه الكالوريز تزيد بالتروما، ممكن تبقى من 30 ل 35. في بعض الناس بتستخدم يعني مثلا هو بالكانسر لو inactive non ambulatory، يعني في ناس عيانين سرطان. طيب علي صوته شويه حاضر. طيب في عيانين سرطان مثلا بيبقى عندهم مشكله ان هو من كتر ما هو تعبان فبيبقى راقد في السرير. طب كده الصوت واضح اكتر؟ الصوت كده واضح؟ اه، الله ينور، كده كده واضح اكتر. طيب ماشي. فهو عيان السرطان ممكن يبقى هو بنقول نون امبيولاتري. يعني ايه نون امبيولاتري؟ يعني ايه؟ يعني هو قاعد في السرير على طول. تمام، قاعد في السرير على طول، فبالتالي ده ما بيتحركش. فلما بيتحركش ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الكالوريز اللي هو بيحرقها اقل، فبالتالي رغم ان هو عنده كانسر والميتابوليزم عالي فممكن نديله 25، فهو الرينج بتاعه ما يبقاش عالي. لا، لو هو محتاج يعمل ويت جين، لو هو مثلا حصل له ويت لوس، حصل له مال نيوتريشن، فبالتالي احنا محتاجين نعوض نيوتريشن ريبلينش. لو عايزين نعوض فبالتالي هنبدا نزود له الكالوريز بتاعته من 30 ل 35. لو هو هايبر ميتابوليك او ستريسد هتعلى لحد 35، وهكذا على حسب الكلاينت انا بديله. يعني حتى عينيه الكانسر نفسه على حسب الحاله بتاعته، حسب الميتابوليزم بتاعه، حسب الحرق بتاعه، حسب الحاجات اللي هو بيخسرها. تمام. طيب الاوبيس بيشنت انا ممكن استخدم ميفلين ايكويشن. يعني لو الكلاينت بتاعي البي ام اي بتاعه اكتر من 30، ممكن احسب الكالوريز بتاعته باستخدام معادله اسمها ميفلين اللي موجوده قدامنا. وبشكل بسيط لو انت دخلت على الجوجل وكتبت ميفلين كالكوليتور هيطلع لك بعض المعادلات اللي انت ممكن تدخل فيها الداتا بتاعتك وتقول له احسب ايه، يحسب لك الكالوريز اللي الشخص ده محتاجها حسب الستريس ليفل اللي هو ايه، اللي هو شغال بيه. تمام. طيب فده كده اول حاجه احنا حددنا الكالوريز، شفنا الستريس ليفل بتاعه واصل لحد فين، وقلنا هياخد كالوريز عامله ازاي. تمام. طيب تاني حاجه هنحدد الفلويدز على حسب الكلاينت بتاعي. انا بشوف وزنه كام وبضرب في رقم من 30 ل 35 ملي لكل كيلو جرام. يعني هو لو سي مثلا 70، فهضرب 30 في 70 هيبقى 2100 ملي، يعني حوالي 2 لتر و100 ملي. تمام. طيب آه بحيث ان احنا تمنتين الاوتبوت بتاع اليورين من نص ل 2 ملي لكل كيلو جرام لكل ساعه. يعني محتاجين كل ساعه يبقى بيخرج حوالي، لو قلنا من نص ل 2 يعني متوسط واحد، لو قلنا هو وزنه 70 يعني واحد في 70 ب 70 ملي لكل ساعة. ف 70 ملي في الساعة يعني اليوم كله هنضرب في 24 ساعة، يعني 70 ملي سي مثلا هتبقى حوالي 2 لتر وشوية، حوالي 2 لتر تقريبا. يعني ده اليورين اوت، بحيث ان انت الفلويدز اللي هو بياخدها بتخرج بشكل سليم، ما بتتراكمش جوه الجسم. لان ممكن يكون عنده فلويد ريتنشن، تديله فلويدز وما بتخرجش، فانت محتاج تحافظ على اليورين اوتبوت. وفي نفس الوقت اليورين اوتبوت برضه بيعكس لك اذا كان هو عنده ديهايدريشن ولا لا. يعني لو هو الفلويدز اللي بيخرجها كتير قوي ده ممكن يعمل ديهايدريشن، الا لو احنا مدينه لازكس مثلا. يعني هو لو ماخد
حاجه مدره للبول عشان هو عنده مخزن ميه في الجسم، فطبيعي ان هو الفلويدز او كميه السوائل اللي خارجه تبقى اكتر من كميه السوائل اللي داخله في الجسم. تمام. طيب فبالتالي الرقم ده مش ثابت، زي ما احنا بنقول individualized fluid requirement should be individualized، تتقاس على حسب البيشنت. في بيشنت ما بيخرجش في سوائل، لو حابس بول خلاص، لو هو بيخرج 500 مللي هديله 500 مللي، لو هو بيخرج 1000 مللي هديله 1000 مللي، اللي هو بيخرجه بديهوله، ما بزودش ولا بنقص. ليه؟ عشان ما يحصلش فلويد اوفرلود. ده في الحالات اللي هو فلويد ريستريكشن، او في حالات اللي هو فيه فلويد اوفرلود، يعني عنده كميه سوائل متراكمه في جسمه كتير، عنده ديما، عنده اسايتس، الكلام ده. تمام. طيب تالت حاجه، يبقى انا كده حددت الكالوريز، حددت الفلويدز، هحدد البروتين. البروتين برضو كل حاله ليها رقم بروتين. لو عنده رينال فيلير هياخد انداياليزد بياخد حوالي 0.8، ده لو اكيوت. لو كرونيك وفي داياليسيس، لا الداياليسيس بيفقد جزء اكبر. لو بروتينيال داياليسيس ممكن يزيد، لو سيبسز لا زياده. يعني اعلى حاجه هتلاقيها في التروما والسيبسز، اعلى رينج هتلاقيه في التروما والسيبسز والبيرد، دول اعلى حاجات اللي هم معظم عيانين العنايه المركزه. بتوصل بقى اعلى حاجه خالص لحد 2.5، ده في العيان الغسيل الكلوي المستمر. لو في بعض الغناء ناس بتعمل غسيل كلوي اسمه غسيل كلوي مستمر، بس هو الغسيل الكلوي المستمر ده يعتبر ما بيستخدمش دلوقتي. تمام. طيب فايه ده الفكره. الله يكرمك. طيب lower protein requirement may be necessary in hepatic encephalopathy، يعني احنا يبقى احنا كده بنقلل. يعني احنا المفروض الطبيعي عيان مستشفى يعني محتاج بروتين عالي، محتاج كالوريز عاليه، الا عيان الكبد والكلى بس. ما عدا ذلك هنزود بروتين وهنزود كالوريز. تمام. طيب لو عيان كلى وبيغسل هتزود بروتين برضه، لان هو بيفقد كتير في الغسيل. تمام. طيب فهذه الفكره ايه من الرقم. طب هنا بيقول لي الناس العاديه بقى ممكن ياخد من 1.2 ل 2، ده لو اقل من 30. لو ده على الوزن الفعلي، لكن لو هو البي ام اي بتاعه عالي بنحسب على الوزن المثالي ايديال بادي ويت. ايديال بادي ويت ده اللي هو انا مثلا بقول الايديال بي ام اي ايكوال 25، يعني المفروض البي ام اي عندي اقل من 18 نحافه، من 18 ل 25 ده المثالي. فانا بقول مثلا انا عايز اعرف الوزن المثالي. البي ام اي بتساوي الوزن بالكيلو جرام على الطول تربيع. فانا عندي الطول كده كده ثابت، فبعوض عن الطول برقم الطول، وهفترض ان المجهول بتاعي الوزن، وعوض على البي ام اي برقم من البي ام اي المثالي. يعني البي ام اي المثالي من 18 ل 25، فانا هقوم مثلا افترض ان البي ام اي ب 25، اقول 25 تساوي الوزن المثالي اللي انا ما اعرفوش، ده القانون بتاعي، على الطول مربع، والطول معروف. فاقوم واخد الطول وضربه في البي ام اي هيساوي ايه؟ الوزن المثالي. فلو ضربت الطول تربيع في البي ام اي المثالي هيساوي الوزن المثالي. حد مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده واضح ولا مش واضح؟ ده عشان اعرف الوزن المثالي. طب انا بعرف الوزن المثالي ليه؟ لان انا في العيان اللي عنده سمنه بحسب الكالوريز وبحسب البروتين على الوزن المثالي، او رقم تاني اسمه الوزن المعدل. حد يعرف الوزن المثالي والوزن المعدل ولا ما تعرفوهمش؟ ممكن حضراتكم بس لو مش عارفين ممكن اشرحها عادي، مفيش مشكله، بس انا عايز اعرف انتوا عارفينها ولا لا. دكتور بعد إذنك ممكن فرق سريع ما بينهم؟ طيب حلو قوي. بص، طب تعالى كده ايه، نجيب وايت بورد ونشخبط شويه. بص دلوقتي انا عندي هنا، عندي لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي الوزن بتاعي
وزن الجسم بيتقسم، ده اتخيل ده الجسم. حلو. وزن الجسم بيتقسم لدهون، ده مثلا كل حاجه، وده الدهون بس. ده الفات، اف يعني فات، وده هنسميه فات فري ماس، يعني ده الدهون وده وزن الجسم بدون دهون. اي حاجه تانية سواء ميه سواء عضلات سواء عظم سواء اعضاء سواء اي حاجه بدون دهون. حلو. طيب فهم زمان كان بيقول لك ايه، احنا هنحسب احنا كنا المفروض بنحسب على الوزن كله. طيب اما جينا نحسب على الوزن كله لقينا ان احنا بندخل معانا حسبه الفاتس. طب الفاتس دي عباره عن ثلاجه، يعني انا باخد كالوريز، الكالوريز دي عشان تغذي الفات فري ماس. لو زاد كالوريز، لو في شويه سعرات حراريه زياده بتخزن في شكل دهون، بعد ما اخد الطاقه اللي انا محتاجها للفات فري ماس الباقي بيتخزن في شكل دهون. فبالتالي عايزين نقول ان الدهون اللي اتخزنت دي، الدهون المتخزنه دي، تمام، مش محتاجه طاقه. يعني اما بحسب الكالوريز انا عايز الكالوريز للجزء ده بس، مش عايز كالوريز هنا. ليه؟ لان دي اصلا عباره عن مخزون من الطاقه، فمخزون الطاقه مش محتاج طاقه. اللي محتاج طاقه مين؟ الخلايا الحيه اللي بتحرق. فاحنا قالوا خلاص يبقى احنا هنحسب الكالوريز على حاجه اسمها الوزن المثالي. فالوزن المثالي ده عباره عن ايه؟ عباره عن بحسبه ليه كذا طريقه في الحساب. اسهل طريقه بيقول لك البي ام اي، بمعادله البي ام اي. انا ممكن اقول بس ثانيه كده، ثواني كده. ثواني هجيب لحضراتكم كده لينك بس يوضح الكلام ده. تمام. طيب احنا كده لحد دلوقتي متفقين. قال لك لا والله الكالوريز بتتحسب على وزن بدون دهون. تمام. طيب بعد شويه قال لك لا والله، بعد ما احنا اكتشفنا ان في بعض انواع الدهون بتستخدم طاقه في الحرق، يعني برضو محتاجه طاقه، ليها بعض الوظائف الحيويه. تمام. طيب معلش بس كان في دوشه كده، بس احنا سكتنا. طيب احنا هنقول تاني، احنا بنقول احنا بنحسب، انا عايز ادي الكلاينت بتاعي كالوريز. طيب انا عندي الجسم متقسم جزئين، جزء اللي هو الاعضاء والعضلات والعظم والميه، دول محتاجين كالوريز ليه؟ لان هم اللي بيحرقوا. طب في جزء تاني دهون، جزء الدهون ده انا مش محتاجه معايا في حسبه الكالوريز. ليه؟ لان هو عباره عن شويه دهون اصلا زياده متخزنين. تمام. طيب ف... فبالتالي يبقى هم مش محتاجين كالوريز، ده هم مخزون من طاقه، فمش محتاجين كالوريز. فنعمل ايه؟ خلاص نحسب الوزن المثالي. فحسبنا الوزن المثالي يعني ايه؟ هنشيل الدهون كلها. طب بعد ما شلنا الدهون كلها قال لك لا والله اصل احنا بعد ما شلنا الدهون لقينا في العلم اثبت ان في بعض الدهون انا محتاجها معايا، بسميهم الاسينشال فات، الدهون الاساسيه. طب الدهون دي عباره عن ايه؟ عباره عن بعض الدهون اللي ليها بعض الوظائف الحيويه، بتقوم بعض الوظائف الحيويه، بتنظم بعض الافرازات للهرمونات. تمام. طيب فبالتالي يبقى انا شويه من الدهون دول هاخدهم، يعني مثلا هاخد جزء كده واسيب الباقي. يعني وانا بشفي الدهون، وانا بشيل الدهون من الزبون بتاعي، وانا بحسب الحسابات بتاعتي، في شويه دهون ما تشفيهمش، خليهم معاك لان احنا محتاجينهم في حسبه الطاقه. تمام. الدهون دول بنسميهم ممكن الاسينشال فاتس، الدهون الاساسيه. فقال لك خلاص يبقى رقم يبقى الوزن المثالي اللي احنا بنشفي فيه الدهون كلها ده رقم مش صحيح، ما ينفعش احسب عليه. ليه؟ لان مش الجزء بس اللي على اليمين ده
محتاج طاقه، لا في شويه كمان من الدهون محتاجه طاقه، فلازم احسبها معايا في حسبه الكالوريز. فراح عملوا وزن تاني اسمه الوزن المعدل adjusted body weight. فيبقى الاديال بادي ويت الجسم وشفينا الدهون كلها. الادجستد بادي ويت خدنا جزء من الدهون وضفناه للوزن المثالي. انا عايز اعرف احسبها ازاي. في لينك بكل بساطه بدخل عليه، في لينك هنا بكل بساطه بدخل عليه، بدخل هنا الطول وليكن مثلا واحد طوله 172 او 175 مثلا، واتاكد ان الوحده بتاعتي بالسنتي. وبعدين بدخل الوزن سي مثلا 100 كيلو، واتاكد ان الوحده بتاعتي بالكيلو. بعدين هو راجل ولا ست، واقول له ايه كالكوليت. عايز تحسب الوزن طريقه الوزن المثالي عايزها تحسبها بالبي ام اي ميثود، اللي هي طريقه البي ام اي اللي احنا قلنا عليها من شويه. فاقول له كالكوليت ويبدا يحسب معايا. تمام، فهو قال لي الريزلت هنا ده الوزن الايديال بودي ويت، ده الوزن المثالي 70. الادجستد عباره عن 82. يعني الوزن المثالي ده 70، ده اللي هو ال 100 كيلو وصفينا منهم الدهون كلها. لا، بعد ما شفينا الدهون كلها قال لك لا، هات ربع الدهون، جزء من الدهون وضيفهم لي على الوزن المثالي، فاداني 82. يعني زودنا بتاع 12 كيلو كمان. يعني هم كانوا 70 ده الوزن المثالي، قال لك لا، في 12 كيلو دهون، دول الدهون الاساسيه اللي انا محتاجهم معايا في حسبه الطاقه، فهاتهم وزودهم على الوزن المثالي اللي هو 70، وطلع لي رقم الوزن المعدل 82. ورقم الوزن المعدل ده هو الرقم اللي احنا بنحسب عليه لو البي ام اي بتاعي اكتر من 30. لو البي ام اي بتاعي 30 او اكتر، لازم اعمل معادله الوزن المعدل، الوزن المثالي والوزن المعدل، وبعد احسب حسابات الكالوريز وحسابات الفلويدز وحسابات البروتين على الوزن المعدل بتاعي. تمام كده؟ الدنيا كده وضحت يا دكاتره؟ كده الدنيا واضحه؟ اه يا دكتور شكرا. الله يكرمك. تمام. طيب، يبقى احنا كده حسبنا معلش تاني، حاضر حاضر. طيب، احنا بنقول انا دلوقتي عايز احسب الكالوريز. انا عايز احسب الكالوريز. طيب، اما جيت احسب الكالوريز انا جالي واحد تخين عنده دهون كتير. فالشخص اللي عنده دهون كتير، هم بيقول لك العلماء قال لك ايه؟ لا، اصل الدهون ما بتحرقش. يعني الدهون دي عباره عن اكل زياده انا اكلته فتخزن في جسمي. فبالتالي لما اجي ادي لك طاقه، مش هدي لك طاقه على الايه، الوزن المتخزن عندك. يعني مثلا انت تخيل انت كده عندك طفل، فبتدي له مصروف، فانت بتدي له مصروف 10 جنيه. لو قال لك انا خدت ال 10 جنيه دول وحوشت منهم 2 جنيه، هتعملي ايه؟ هتدي له 10 جنيه، صح؟ لكن هل هتدي له 12؟ يعني هو هل هتدي له 12 عشان هو بيحوش منهم؟ لا، ما خلاص هو بياخد ال 10 بيحوش 2. فالشخص اللي عنده سمنه، انت بتدي له كالوريز، الكالوريز دول بياخد منهم جزء وبيحوشه. فبالتالي وانا بحسب الطاقه مش هديله يعني مش هديله طاقه عشان ياخد جزء ويحوشه ويخزنه، ما هو مخزن اوريدي، وكده هيتخن اكتر، صح؟ فبالتالي انا مش عايز احسب الدهون. فقال لك ايه، خلاص احنا هنحسب الكالوريز على الوزن المثالي. الوزن المثالي يعني ايه؟ يعني هشفي الدهون كلها. لو انت عندك، انت وزنك 100 كيلو وعندك 30 كيلو دهون، انا هحسب على وزنك 70، هشيل ال 30 كيلو دهون كلهم. طب بعد ما عملنا كده، اثبت العلم ان في بعض الدهون بتساعد في عمليات الحرق وليها بعض الوظائف الحيويه، فبالتالي محتاجه طاقه. يعني ال 30 كيلو اللي انا شفيتهم من ال 100 دول، في جزء منهم انا محتاج معايا في حسبه الطاقه. انا بعمل كل ده لما انا اشفي ال 30 كيلو، لا، في 10 كيلو عايز ارجعهم تاني على الوزن المثالي عشان يبقى اسمه الوزن المعدل. ليه؟ لان في 10 كيلو بيستخدموا شويه طاقه، محتاجين مني شويه طاقه. فبالتالي لما اجي احسب حسابات الطاقه لازم احط معايا الايه، الوزن ده. تمام. فمن هنا طلعت فكره الوزن المثالي،
مش هف دهون خالص، والوزن المعدل اللي انا خدت منه شويه الدهون الاساسيه اللي بيشاركوا في عمليه الطاقه وقمت زودتهم على الوزن المثالي. وضحت كده الفكره دي؟ دكتوره نهير حضرتك كده الدنيا واضحه ولا لسه مش واضحه برضو؟ كنت زمان الدكتور حالات السمنه بتكون على الوزن المعدل مش المثالي، صح؟ حالات السمنه بحسب على الوزن المعدل، ده لو انا بحسب بالرينج. يعني انا دلوقتي قلت لما جيت انا هنا، قلت انا هحسب الكالوريز. طب ثواني كده. طيب فاحنا بنقول انا هنا لما جيت احسب الكالوريز انا بقول ايه؟ في طريقه ان انا بحسب بالرنجات، ان انا بقوم جايب الوزن وضارب في رقم من 25 ل 35. تمام؟ طيب فده لازم احسب على الوزن المعدل. طيب ده لو كام؟ لو البي ام اي اكتر من 30 في حاله سمنه. طيب لو مش لو انا حسبت بالمعادلات، انا مش بحسب على الوزن المعدل، بحسب على الوزن الفعلي. يعني في حاله المعادلات بحسب على الوزن، في حاله المعادلات بحسب على الوزن الفعلي، لكن في حاله الرينج اللي هو رقم فوق ده بحسب على الوزن المعدل. اتلخبطتوا ولا الدنيا واضحه؟ دكتور بعد إذنك، اه اتفضلي. يعني كده لو أنا هشتغل بالنسب، يعني بالنسب اللي هي مثلا من 25 ل 30 كده بشتغل بالوزن المعدل. إنما لو هبدأ بمعادلات أنا كده عادي بمشي على الأكشن ويت. تاني كده معلش. يعني يا دكتور في لو المعادلات أنا ماليش دعوة بالوزن المعدل، ما بشتغلش بيه، بشتغل عادي بالوزن الفعلي بتاعي. بالظبط إنما لو نسب فأنا كده باخدها بالوزن المعدل. بالظبط، مظبوط جدا، مظبوط. تمام، شكرا. حلو. طب الدكتور بتقول تمام يا دكتور، بس انا بحسب الادجست بودي ويت. الادجست بودي ويت بحسبه لو البي ام اكتر من 30 عشان احسب بالرنجات. ممكن احسبه برضو على رينج البروتين، بحسب بيه رينج البروتين كمان ورينج الفلويدز. اي حسابات تغذيه لو سمنه ممكن احسبها على الوزن المعدل، لكن لو بحسب بس في المعادلات بدخل الوزن الفعلي. طيب ببدا احسب برضو الكارب والايه والفاتس. 50 كارب والايه والباقي فات. طيب اما اجي اشوف الفورمولا عندي بقى، يعني عايزين نيجي نطبق بقى. يعني اما اجي اطبق الكلام ده. طيب اما نيجي نطبق، احنا بنقول الفورمولا اللي موجوده في المستشفى. يعني احنا عندنا الفورمولا نوعين. في فورمولا بتيجي جاهزه متعلبه متجهزه وبتيجي تتعلق للايه للكلاينت بتاعي على طول او البيشنت بتاعي على طول. تمام. وفي فورمولا بتيجي بتتحضر في المستشفى، بيسموها الهوسبيتال ميد او الهوم ميد. تمام. الهوسبيتال ميد بتبقى بالشكل الجدول ده. يعني ده جدول من جداول التغذيه في وزاره الصحه. فهو بيقول لك احنا بنقسم الاكل ثلاث وجبات: وجبه بيض، آه، بيضه 50 جرام، بعدين كوبايه لبن، وبعدين كوب جيلي. تمام. طيب بعد كده في الغداء دي الوجبه. الكلام ده بيتضرب في الخلاط ويتحط في الراجل، في الانبوبه بتاعت الراجل.
تمام. طيب في وجبه تانية عباره عن فراخ ومعاها خضار وكوب جيلي. تمام. بيضربوا الكلام ده برضه في الخلاط، وبعدين بيتركب في الراي. وفي وجبه ثالثه بيض ولبن وكوب جيلي، يعني وجبه الصبح وبالليل زي بعض، واللي في النص بس، اللي في النص هي اللي وجبه فيها ايه فراخ وخضار والكلام ده. تمام. كل ده بيتضرب في الخلاط وايه ويتحط في. فهي الوجبه دي لو حسبتها هي بتبقى في حدود 1600 كالوري. طيب الوجبه بتبقى ليها شكلين، شكل 1 كالوري بير ملي، دي بنسميها الستاندرد، يعني دي الوجبه العاديه. يعني الخليط ده لو حسبته هتلاقيه حدود 1600 سعر و1600 ملي. تمام. الكلام ده طبعا بيقسموه على كوبايات، يعني مثلا بيطلع 3 4 كوبايات الصبح، وثلاث اربع كوبايات الظهر، وثلاث اربع كوبايات بالليل. لو قسنا كل المجموع الكوبايات كملز كفلويدز هيبقى فيه حوالي 1600 مللي. طيب ده في الايه في الشكل الطبيعي. طيب في فورمولا تانية بنقول عليها كوندنسد فورمولا، يعني فورمولا مكثفه. لمين؟ للناس اللي عندها معبي جسمها معبي ميه. لو هو مثلا عنده اسايتس او عنده اديما او عنده اي مشكله بتعمل ووتر ريتنشن، جسمك معبي ميه، فبالتالي انا هديك كل 1 مللي في 2 سعر. يعني بدل ما هي 1600 مللي 1600 كالوري، هي هتبقى 1600 كالوري في 800 مللي بس، الفلويدز النص. ليه؟ عشان تبقى للناس اللي عندها مشاكل فلويد ريستريكشن. طيب الشكل الثالث للفورمولا فورمولا اسمها هاي بروتين. هاي بروتين يعني كميه البروتين اللي في الوجبه حوالي 20 في اليوم كله، يعني حوالي 20% من السعرات الحراريه. يعني بدي الفورمولا العاديه بتبقى 15 في النورمال بتبقى 15%، الهاي بروتين بتبقى 20% من الكالوريز بتاعتي از بروتين. تمام. طيب الفورمولا اللي انا بديها بتبقى عباره عن ميه ومتعلق فيها او متدوب فيها حاجات تانية، مضروب معاها في الخلاط حاجات تانية، يعني مش كلها بتبقى ميه. طب بتبقى قد ايه ميه؟ من حوالي من 70 ل 80%. طب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان انت المفروض لو انا بدي مثلا فورمولا 1000 مللي اللي هي 1000 كالوري، ال 1000 مللي اللي انت مديهم دول ما بيبقوش كلهم ميه، بيبقى حوالي 70 ل 80% بس منهم ميه. فبالتالي يعني انا لو مديك 1000 مللي يبقى انا مديك 800 مللي ميه، وفي 200 مللي حاجات تانية بقى دايبه، بروتينز وفاتس وكارب والكلام ده. تمام. طيب فبالتالي لما اجي احسب حسبه الايه الفلويدز اللي انا بديها، لازم ابقى فاهم ان الفورم اللي انا بديها دي مش كلها ميه، عشان لو انا احتياجي مثلا 2000 مللي وانا بدي فورمولا 2000 مللي، يبقى مش ال 2000 مللي فورمولا دي اللي انا بديهم كلهم ميه، هيبقى فيهم 1600 مللي بس ميه، وفي 400 مللي محتاجه ازودهم من بره. واضح الفكره اللي انا بقولها دي؟ اللي انا بقوله ده الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ ممكن لو حد بس مش فاهم يقول لي. ممكن لو حد مش فاهم يقول لي يا شباب. تمام يا دكتور، طب الحمد لله. طيب. طيب يعني انا بقول الفورمولا ممكن تبقى 1 كالوري لكل ملي او 2 كالوري دي اللي فيها فلويد ريستريكشن. طيب بدي هاي بروتين للناس اللي ايه اللي عايزه هاي بروتين، يعني مثلا واحد ستريس، واحد اي سي يو، واحد عنده حرق مش عارف عنده حادثه عامل تروما، الحالات دي بديها بروتين عالي. فبالتالي انا بقول انا عايز بروتين 20% من الفورمولا بتاعتي. تمام. ودي شكل الرايل الاعتيادي او الرايل اللي بيسموه عادي.